عمر بيسأل دلوقتي: أنا عندي موتوسيكل فيه نمرة وقعت، عاوز أسلم النمر للمرور للاستغناء عن الترخيص. فبنقول الرخصة سارية ولا انتهت؟ أول حاجة هتعملها تروح اسم الشرطة تعمل مذكرة فقد للنمرة اللي وقعت، تطلع على نيابة المرور أو على البريد تطلع شهادة مخالفات. معاك شهادة المخالفات، معاك الرخصة القديمة، معاك مذكرة الفقد، بتفك النمرة اللي موجودة وتروح المرور تسلم الحاجات دي كلها. ليه؟ للاستغناء عن الترخيص. طالما الرخصة سارية مش هتدفع ضرائب ورسوم المرور. لو الرخصة انتهت هتسدد ضرائب ورسوم المرور متأخرة بحد أقصى 5 سنين. تسلم رخصة التأشيرة زي ما قلنا، تسلم شهادة المخالفات، تسلم النمرة اللي موجودة، تسلم مذكرة فقد بالنمرة اللي وقعت. المرور بيديلك حاجة اسمها نموذج 105 مرور، حبيت ترخص في أي وقت تاني بتقدم النموذج ده. تمام؟